السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في ملخص كامل جديد. فقبل ما نبدأ انزل بسرعة روق علينا بلايك واشتراك في القناة عشان نوصل 1000 إن شاء الله، وما تنساش كمان تفعل الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة. وبس كده يلا بينا. فيلمنا النهاردة بيبدأ بسنجاب اسمه سورلي، واللي بيبدأ يتكلم وبيعرفنا على نفسه أكتر، وبيقول إن أهم حاجة في حياته هي الأكل، وكمان بيعرفنا على صديقه الفار اللي اسمه بادي، وبيقول إن هو أعز أصدقائه وإنه فاقد النطق. وفي الوقت ده سورلي وبادي بيلاحظوا وجود عربية بندق قريبة منهم، وبيفرحوا جدا وبيقرروا إنهم يسرقوها. ومن ناحية تانية بيروح لحديقة المدينة، وهناك بنشوف قائد الحيوانات اللي اسمه راكون، وبنلاحظ ان هو بياخد الاكل من الحيوانات وبيخزنها في شجرة، وده لانهم بيستعدوا لفترة البيات الشتوي. فجأة بيجي طائر وبيعرف راكون ان هو شاف عربية بندق موجودة قدام مدخل الحديقة، فبيطلب راكون من السنجابة اللي هي اسمها اندي انها تروح تسرق البندق من العربية دي، وبيعرفها ان السنجاب اللي اسمه جريسون هيروح معاها علشان يساعدها. وقتها بنلاحظ جيرسون ده سنجاب متكبر جدا ومغرور جدا، واللي قبل ما ينطلقوا هما الاثنين راكون بيحذرها من سورلي، وده لانه بيتسبب في مشاكل كتير جدا. وبنروح بعدها لصاحب عربيه البندق، وبنشوفه هو وصديقه هم بيراقبوا البنك، وبنعرف انهم بيخططوا لسرقته. وفي الوقت ده بتيجي بنت صغيره بتطلب من صاحب العربيه انه يديها بندق، فبيقول لها صاحب العربيه ان هم قفلوا وبيحطوا بندق كتير في بوقه، فبتتضايق البنت جدا وبتسيبه وبتمشي. ومن ناحيه تانية بنشوف سوري وهو بيراقب عربيه البندق وبيشرح لبعض الخطه بتاعته علشان يسرقوا البندق من العربيه. وبالصدفه بيلاحظوا ان اندي وجيرسون جايين علشان يسرقوا العربيه هم كمان، فبيقرروا انهم ينطلقوا بسرعه عشان يلحقوا يسرقوها قبلهم. وفي الوقت ده البنت الصغيره بتكون جايبه شورتي لصاحبه العربيه، وده لانه اتصرف معاها بعنف. ولما اندي بتشوف بادي وهو بيحاول يتسلل للعربيه بتطلع للشجره وبتروح لسورلي، وبالغلط بتوقع منه الجرد اللي هو كان هيستخدمه في تنفيذ خطته. فبيتضايق سورلي وبيطلب منها انها تمشي، وده لان هو وبادي اللي شافوا العربيه الاول. ولكن وقتها اندي بتعرض عليها انهم يسرقوا العربيه دي مع بعض، وبتقول ان هو سنجاب ذكي جدا وبتلومه لانه ما بيساعدش الحيوانات اللي في الحديقه. ولكن سورلي ما بيديهاش اي اهتمام، وبيستغل واحد من اختراعاته وبينط من على الشجره وبيقدر فعلا انه يوصل لعربيه البندق. ولكن فجاه بتيجي الكلبه بتاعته صاحب العربيه وبتشوفه، وبنعرف ان الكلبه دي اسمها بريشيس اللي بتحاول انها تمسك سورلي، ولكنه بيخدعها ويخليها تقطع انبوبه الغاز، وكمان بيعطل الفرامل اللي بتخلي العربيه تنطلق. فبتدخل اندي وبتجري بسرعه وبتنط على العربيه وبتستخدم الجردل والحبل وبتحاول انها توقفها. فبتلف العربيه بسرعه وبتدخل الحديقه، وهناك العربيه بتتقلب وبتولع تماما. وفي الوقت ده بيوصل جريسون وبيحاول انه يساعدها، ولكن النار بتوصل لانبوبه الغاز وبتخلي العربيه تنطلق بسرعه كبيره. فبيحاول جريسون انه يقفل الانبوبه وبيطلب من سورلي ان هو يساعده، ولكن سورلي ما بيدلوش اي اهتمام، وبياخد كيس البندق وبينط من العربيه. وبتفضل العربيه تجري بسرعه كبيره جدا وبتكون متجهه ناحيه الشجره اللي الحيوانات مخزنه فيها الاكل. وساعتها اندي وبادي وجريس بينطوا من العربيه، ومجرد ما راكون والحيوانات بيشوفوا ان العربيه بتقرب منهم يهربوا بسرعه. وساعتها العربيه بتخبط في شجره وبتتجه ناحيه الطاحونه اللي بتطيرها لفوق وبتوقعها على الشجره، وللاسف بتنفجر العربيه وبتتحرق الشجره بالكامل. فبيتصدم راكون هو وكل الحيوانات من اللي حصل. وفي الوقت ده بيجوا اتنين من القنادس واللي بيكونوا قدروا انهم يقبضوا على سورلي. وساعتها اندي بتحاول توضح لراكون كل اللي حصل، اما سورلي فبيفضل يضحك وبيتريق عليهم، وده لان مخزون البات الشتوي بتاعهم كله اتحرق. وساعتها بيكون كل اللي موجودين متضايقين منه وشايفين ان وجود سورلي في الحديقه خطر جدا عليهم وانهم لازم يطردوه في اسرع وقت. وقتها راكون بتعجبه الفكره دي وبيقرر فعلا انه يطرد سورلي من الحديقه. ولما سورلي بيجي يمشي من الحديقه بتيجي اندي وبتحاول تواسيه، لكن سورلي ما بيهتمش بكلامها وبيكمل طريقه، وبيطلب من بادي ان هو ما يجيش وراه وبيسيبه بيمشي. وبعد شويه بيكون سورلي وصل للمدينه، وبنشوفه هو بيقع على الاسلاك اللي بترميه وبتوقع على الارض، وبيفضل يجري من مكان لمكان لحد ما بيدخل شارع جانبي. وبنلاحظ ان اندي كانت حزينه عليه جدا، وكمان بتكون متضايقه جدا لان مخزون البيت الشتوي بتاعهم اتدمر بالكامل. وبالليل بنشوف سورلي وهو قاعد في صندوق الكمامه، واللي بيترعب جدا لما بيسمع صوت غريب بيقرب منه، وبيتخض وبيضرب مصدر الصوت ده، ولكنه بعدها بيتفاجئ ان هو بادي وبيروح بسرعه عشان يفوقه ويحضنه. ووقتها بيبان على سورلي انه متضايق جدا، وبيقول لبادي ان المكان هنا خطر وبيسيبه يمشي. واثناء ما هو ماشي بيسمع صوت تاني وبيفتكر ان هو بادي، ولكنه بعدها بيترعب لما بيشوف مجموعه من فئران الشوارع المرعبه وهي بتقرب منه. فبيجري سورلي بسرعه وبيحاول انه يهرب منها وبيطلع للسطح، ولكن للاسف الفئران بتقدر انها تحاصره وبتكون عاوزه تقتله. ولحسن الحظ بادي بيدخل وبيترمي الزهريه على الفئران وبيستفزهم، فبينقضوا عليه ويهاجموه بكل عنف. وساعتها سورلي بيروح يفتح اقفاص الحمام وبيخليهم يشتتوا الفئران، وبيتعلق في حمامه كبيره منهم وبيمسك بادي وبياخده ويهرب. ولكن الحمامه ما بتكونش قادره تطير بيهم هما الاثنين وبتوقعهم على الارض. وفي الوقت ده بيبان على سورلي انه متضايق جدا، وده لانه بيكون جعان ومش لاقي اي اكل. فجاه سورلي بيفرح وبينبهر لما بيشوف انه واقع جنب متجر لبيع المكسرات، وبيتحمس جدا وبيقرر انه يتسلل المتجر وبيحاول انه يدخل من كذا مكان، ولكنه كل مره بيحاول فيها كان بيفشل وكمان بيتكهرب. ولحسن الحظ بادي بيشوف تاكسي بيقف قدام المتجر، وبيستغل الراجلين اللي بيدخلوا المتجر وبيدخل معاه. وساعتها بنكتشف ان المجموعه اللي في المتجر دي هي العصابه اللي عاوز تسرق البنك، واللي بنشوفهم هم بيرحبوا بالزعيم اللي لسه خارج من السجن. اما بادي فبيروح لسورلي وبيشاور له وبيدخلوا من فوق الباب، ولكنهم بيتصدموا لما بيشوفوا كميه
المصايد اللي في طريقهم. وفي الوقت ده زعيم العصابه بيكون عاجبه المكان جدا، وده لانه قريب من البنك اللي هم بيخططوا لسرقته. وفي اللحظه دي واحده من المصايد بتتقفل على ديل سورلي اللي بيصرخ بصوت عالي جدا من شده الالم، وساعتها الكلبه بريشس بتشوفه وبتفضل تنبح عليه. فبيجي واحد من افراد العصابه وبيستخدم صفاره الكلاب وبيخليها تسكت، ولكن الصوت ده بيضايق مساعد زعيم العصابه وبيكون سورلي شاف كل اللي حصل. وبعدها العصابه بتنزل القبر علشان يبداوا عمليه الحفر، ومن ناحيه تانية بنروح للحيوانات اللي في الحديقه وبنفهم ان هم قرروا يبعتوا اندي وجريس في رحله للمدينه، وده عشان يدوروا لهم على اي اكل. وفعلا بينطلقوا هما الاثنين وبيعدوا الطريق، وبنلاحظ ان اندي متضايقه جدا من وجود جريسون، وفجاه بيجي فار وبيهاجم وبياخد الشنطه بتاعتها، فبيجري جريسون وراه وبيهاجمه وبيتعلق في القطر. ولحسن الحظ جريسون بيقدر انه ياخد الشنطه ويحدفها لاندي، ولكنهم للاسف بيتفرقوا عن بعض. وفي تاني يوم بنشوف سورلي وبادي بعد ما اكلوا كل الجبنه اللي كانت موجوده في المصايد، وفجاه سورلي بيقع على الارض وبريشس بتشم ريحته وبتفضل تدور عليه، ولكنه بيستخبى منها وسط ماكينه الكاج. ولما بريشس بتفضل تنبع عليه بيجي واحد من العصابه وبيستخدم الصفاره، وساعتها مساعد الزعيم بيتضايق جدا وبياخد الصفاره منه وبيرميها بعيد. اما بريشس بتنقض على سورلي وبتكسر الماكينه وبيتدحرجوا هما الاثنين وبيخرجوا من المتجر، وقتها بادي بيروح وراه وبيهرب هو سورلي بسرعه. وبسبب اللي حصل ده سورلي بيقرر ان هو يروح يدور على الصفاره، وبيقدر فعلا انه يلاقيها، ولكنه بيوقعها وبتيجي اندي وبتاخدها. فبيستغرب سورلي لما بيشوفها وبيطلب منها ترجع له الصفاره، ولكن اندي بترفض انها تديها له، وبتفهم من تصرفاته ان هو لا اكل وان الصفاره ليها علاقه بالاكل. واثناء ما هم بيتكلموا سورلي بيلاحظ ان رئيس العصابه داخل المتجر وساب الباب مفتوح، فبينطلق هو وبادي بسرعه وبيدخلوا المتجر، وبيلاحظوا ان في مكسرات كتير جدا موجوده في القبر، وبيشتتوا بريشس وبيتسللوا وبيدخلوا للقبر وبينزلوا من السلم وبينبهروا جدا من كميه المكسرات اللي موجوده، ولكنهم فجاه بيستخبوا لما بيسمعوا صوت افراد العصابه اللي بيخرجوا من النفق اللي هم بيحفروه، وبيشوفوا ان العصابه عامله فتحه بتوصل للشارع الجانبي عشان يخرجوا منها بقايا الحفر. ولسوء الحظ بريشس بتنزل الكابو وبتشوف سورلي وبادي وبتجري وراهم وتطاردهم، فبيستخدموا الرفع هما الاثنين عشان يخرجوا من الفتحه، ولكن للاسف سورلي ما بيكونش قادر يخرج، وبتكون بريشس خلاص هتمسكه. وفي الوقت ده بتيجي عنده وبتطلب منه يديها من الاكل اللي موجود في الكاب، والا مش هتديله الصفاره. ولان سورلي بيكون عاوز ياخد الصفاره فبيوافق انه يديها نص الاكل، وبياخد الصفاره منها وبينزل لبريشس وبيخوفها. وفعلا بريشس بتكون خايفه منه ومن صوت الصفاره، وبتقول انها تعمل له اي حاجه هو عاوزها. وبمجرد ما اندي بتنزل الكاب بتنبهر من كميه المكسرات اللي موجوده فيه، ولما بيجي بادي بيستكشف المكان بيرمي واحده من المتفجرات جنب الحيطه. اما اندي فبتقول لسورلي ان الراكون والحيوانات هيفرحوا جدا بالاكل ده، وبتنطلق بسرعه عشان تروح تقول لهم. وبالليل بتكون اندي وصلت لهم وبتعرفهم انها لقيت اكل كتير جدا هيكفيهم سنين، وبتفهموا ان هم لازم يتعاونوا مع سورلي علشان يسرقوا الاكل ده. وساعتها راكون بيتدخل وبيعرفها ان القناص هيروحوا معاه عشان يحفروا النفق ويخرجوا الاكل منه. وكمان بيجي مساعد راكون اللي اسمه مول وبيوضح لكل الموجودين ان هم هيخدعوا سورلي، وانهم مجرد ما يسرقوا الاكل هيتخلوا عنه ومش هيدوا له اي حاجه. وفي تاني يوم بنشوف ان اندي هي ومول وكمان القناص وصلوا للمتجر، وفجاه بيجي سورلي وبيعرفهم المكان اللي هم يحفروا فيه، وبيقول لهم ان هم مش هينفع يستخدموا الباب ده لانه بيكون مقفول معظم الوقت. وبعد شويه بنشوف القناص عملوا حفره كبيره جدا، ولكن السور بيكون مأخرهم على الاخر وبيعيق حركتهم. وفجاه بريشس بتخرج من القبو فبيروح لها سورلي وبيكون مستغرب من ان الباب مفتوح، وبيقفله بسرعه من غير ما حد يحس بيه. وجوه القبو بنشوف القناص وهما بيحركوا الطوب بتاع السور اللي بيتسبب في شراره وبيولع في المتفجرات اللي جنبه. وبمجرد ما سورلي وباد بيشوفوها بيحاولوا انهم يتخلصوا منها، ولكنها للاسف بتنفجر وبتطيرهم وبتخرجهم من الحفره. وساعتها بريشس بتروح لسورلي وهي خايفه جدا وبتقول له ان كده زعيم العصابه هيقتلهم بسبب الانفجار، فبيقرر سورلي ان هو يساعدها وما يتخلاش عنها. ومجرد ما العصابه بتنزل القبر علشان يعرفوا سبب الانفجار بيشوفوا بريشس وهي ماسكه سورلي على اساس انه ميت، وبيفهموا ان هو كان سبب الانفجار. وبيتعصب زعيم العصابه جدا وبيطلب من اتباعه ان هم يسدوا الحفره دي بالاسمنت، وبياخدوا سورلي وبيرموه في سله القمامه. واللي مجرد ما بيخرج بيطلب من القناص هم يعملوا حفره تانية، وبعدها سورلي بيسيبهم ويطلع للسطح. وفي الوقت ده اندي بتروح وراه وبتقول له على الحقيقه، وبتفهمه ان راكون ومول هيتخلوا عنده مجرد ما عمليه السرقه تنتهي. فبيقول لها سورلي ان هو عموما مش فارق معاه وان هو هيكمل عمليه السرقه دي وياخد نصيبه، وبيفهمها ان راكون بيخدعهم هم كمان وكمان بيستغلهم مش اكتر. ولكن اندي بتتضايق من اللي بيقوله وما بتكونش مصدقاه وبتسيبه وبتمشي. وبعد شويه بنروح لراكون اللي بيتضايق جدا لما بيشوف اندي وهي بتوزع الاكل على الحيوانات. وساعتها مول بيعرفوا ان اندي هي افضل حيوانه هو شافها في حياته، وده لانها دايما بتساعد كل الحيوانات اللي في الحديقه. وبيوضح ان سورلي قدر يسيطر على الكلب بريشس وانهم لو استمروا في التعاون معاه عمليه السرقه هتنجح. فبيتضايق راكون وبيفكر مول ان هو بيقدر يسيطر على الحيوانات بالاكل، وان عمليه السرقه دي لو نجحت الحيوانات هيكونوا معاها اكل كتير، وبسبب ده هيرضوا انهم ينفذوا اوامره. وبيقرر راكون هو ومول انهم يخربوا عمليه السرقه دي. وبعد شويه بنشوف سورلي وهو قاعد على السطح وبيسمع صوت غريب جدا، وبيشوف مول وهو بيحط خرطوم الميه في الحفره الجديده. وفجاه بيجي جريسون ويكون خايف جدا ومرعوب، ولكنه بيفرح لما بيشوف سورلي وبيحضنه وبيتصرف بجنون. وفي الوقت ده مول بيفتح محبس الميه علشان يغرق القناص،
الفلوس. وساعتها سورلي بيروح له وبيحاول يقفل المحبس، ولكن للاسف المحبس بيتكسر والقنادس بتكون خلاص هتغرق. ولحسن الحظ الميه بتوصل الحفره بتاعتهم لنفق العصابه. ومن ناحيه ثانيه بيجي العصفور مساعد راكون وبيبدا انه يهاجم سورلي. وساعتها بريسيس بتيجي وبتنقض عليه وبتمسكه ولكنه بيهرب منه. وقتها سورلي بينطلق وبيدخل متجر وبينزل للقاب وبيخرج القنادس باستخدام الرافعه وبيحاولوا انه ينقذهم. ومجرد ما جريسهم بيجيله بينطلق وبيجري هو بريسيس ورا مول علشان يمسكوه. ولما القنادس بتفوق بتفهم ان جريس هو اللي انقذ حياتهم. ومن ناحيه ثانيه وبيكون سورلي قدر ان هو يمسك مول وبيساله هو ليه كان بيحاول يخرب عمليه السرقه، وبيفضل يعذبه باستخدام الضوء. فبيعرفه مول ان راكون هو اللي امره يعمل كده، وده عشان يفضل مسيطر على الحيوانات اللي في الحديقه. وقبل ما سورلي يسيبه ويمشي مول بياكد له ان ما فيش حد من الحيوانات هيصدقه. وفعلا سورلي بيروح لاندي والقنادس واللي بيكونوا واقفين على السطح وبيقول لهم ان مول هو اللي عمل كده بامر من الراكون، ولكن للاسف ما حدش منهم بيصدقه. وكمان بيكونوا شاكين ان هو اللي فتح محبس الميه ومتاكدين ان جريس ان هو اللي انقذ حياتهم. وكمان اندي بتكون شاكه في كلامه وبتقول له ان ما فيش حد فيهم شافه وهو بينقذهم، وان حتى بادي صديقه ما شافوش وهو بيعمل كده. فبيتعصب سورلي جدا وبيقول لهم ان بادي فقد النطق وانه مجرد فار غبي. وبسبب الكلام ده بادي بيرفض انه يروح مع سورلي وبيكون حزين جدا. فبيتضايق سورلي وبيقرر انه ينفذ عمليه السرقه دي لوحده. وبينزل القاب وللاسف واحد من افراد العصابه بيشوفه وبيحبسه في قفص وبيقرر انه يقتله. ولكن فجاه بتنزل صديقه زعيم العصابه اللي اسمها لانا وبتتصدم لما بتشوف الحفره وبتفهم ان هم بيخططوا لسرقه البنك. وساعتها زعيم العصابه بيقول لها ان دي اخر عمليه سرقه ليها وبيروحوا لاتباعه علشان يفجروا البنك من تحت. فبتروح لانا وبتحرر سورلي قبل ما تمشي. وقتها سورلي بياخد اكياس المكسرات عشان يهرب، ومجرد ما بيخرج الفيران بتنقض عليه وبتمسكه. وبيجي راكون اللي بنعرف ان هو الزعيم بتاعهم وبيفهم سورلي ان هو بيعمل كل ده علشان يفضل مسيطر على الحديقه. وبيوضح له ان هو هيقتل بادي وكمان اندي وجريس، وده لانهم بدأوا يخرجوا من تحت سيطرته. وفي الوقت ده العصابه بتفجر البنك والانفجار ده بيشتت راكون هو والفيران. فبيستغل سورلي الفرصه وبينزل قابه من تاني. اما العصابه فبتكون قدرت انها تدخل البنك وبياخدوا كل الفلوس اللي موجود وبيحطوا مكانه اكياس مكسرات. وبنشوف ان اندي وجريس واللي معاهم موجودين جوه النفق واللي بيجروا بسرعه ويستخبوا تحت عربيه الفلوس. وبمجرد ما العربيه بتوصل للزعيم بيتفاجئوا العصابه بوجود اندي والقناص وبيفضلوا يهاجموه. وكمان الفيران بتيجي وبتطارد سوري اللي بيفضل ينط من مكان لمكان وبيوقعهم في المصايد. اما اندي واللي معاه فبينطلقوا وبيجروا بسرعه من المكان. وبالصدفه بيقابل مول والراكون اللي بيعرفهم ان في واحده من العربيات العصابه موجود فيها اكياس المكسرات. وبيطلب من اندي وبادي واللي معاهم يدخلوا العربيه دي، واللي بمجرد ما بيدخلوا جواه بيستغل راكون الفرصه وبيقفل عليهم الباب. وساعتها العصابه بتاخد العربيه وبتنطلق وبيقرر مول انه يروح وراهم علشان يساعدهم. وكمان سورلي وجريس بيتعلقوا في الحمام اللي طاير جنبهم وبيروح ورا العربيه. فبيتضايق راكون وبيروح وراهم وبيتعلق في العربيه بتاعه العصابه. ومجرد ما واحد من افراد العصابه بيروح يطمن على الفلوس بيكتشف انها اكياس المكسرات وبيفهم ان الزعيم والمساعد بتاعه خدعوهم. وفعلا زعيم العصابه والمساعد بتاعه بيكونوا عملوا كده. وبتكون العربيه بتاعتهم هي اللي موجود فيها كل الفلوس. وبيحاولوا انهم يهربوا من افراد العصابه التانيين اللي بيبداوا يغيروا اتجاههم وبيجروا وراهم وبيطاردوهم. وفي الوقت ده الطائر مساعد راكون بيهاجم سورلي وبيحاول يقتله، ولكن سورلي بيستغل المساحه وبيرميه لبعيد. وبنرجع تاني لمول وجيرسون اللي بيفتحوا باب العربيه لاندي واللي معاها، ولكن راكون بيدخل وراهم وبيمسك سورلي وبيكون عاوز يرميه من العربيه، ولكن جيرسون بيمسكه من الناحيه الثانيه وبيشده. ولحسن الحظ مول بيجي ويوضح لكل اللي موجودين ان راكون بيخدعهم وبيستغلهم مش اكتر. فبيتضايق راكون وبيرمي سورلي من العربيه ومعاه شنطه المكسرات. وساعتها سورلي بيفرح لما بيشوف ان في عربيات شرطه جايه عليه. ومن ناحيه ثانيه بتفضل اندي واللي معاه يطاردوا راكون اللي بنط في عربيه الفلوس وبتروح اندي تنط وراه. وفي الوقت ده بنشوف الشرطه وهي بتطارد العصابه وفعلا بتقدر الشرطه انها تحاصرهم عند الجسر. وقتها سورلي بينزل من عربيه الشرطه وبيروح لعربيه العصابه وبيستغل الزعيم المساعد بتاعه افراد العصابه التانيين وبينقل الفلوس في عربيه المكسرات. اما سورلي فبيروح للعربيه اللي اندي موجود فيها وبيشوفها وهي فاقده الوعي بعد ما راكون ضربها. وللاسف بيكون مساعد الزعيم لغم العربيه بالمتفجرات وخلاها تنطلق في اتجاه الشرطه، ولكنها بتخرج عن المسار وبتتعلق على الجسر وبتقع. ولحسن الحظ بيقدر سورلي انه ياخد اندي وبينط من العربيه اللي بتنفجر على اخر لحظه. وللاسف الانفجار ده بيخلي الجسر يتشقق وينهار وبيقع سورلي هو واندي وكمان عربيه العصابه في الميه. وساعتها كل اكياس المكسرات بتخرج من العربيه وبتطفو على الميه. وبعدها بنشوف العربيه بتكون خلاص على وشك انها تقع من على الشلال، وفجاه بيجي جذع الشجره وبيمنعها. وفي اللحظه دي زعيم العصابه بيخرج الفلوس من العربيه عشان يهربوا، ولكن المساعد بتاعه بيخونه وبيحاولوا ان يحرك جذع الشجره علشان يغرقه. وفجاه بيخرج راكون من الميه وبيحاصر سورلي وبيكون عاوز يقتله، ولكن بادي بيرمي عليه كيس الفلوس وبيوقعه. ولما سورلي بيلاحظ ان مساعد رئيس العصابه عاوز يوقع جذع الشجره بيستخدم صفاره الكلب اللي معاه بيشتته بيرقعه فوق راكون وبيقعوا هما الاثنين في الميه. ولكن للاسف الجذع بيتكسر وكمان راكون بيظهر من تاني وبيمسك سورلي وبيحاول انه يسحبه عشان يغرقه. وساعتها بادي هو واندي واللي معاهم بيحاولوا انهم يسحبوهم للناحيه الثانيه، ولكن للاسف سورلي بيسيب الصفاره وبيقع هو وراكون من فوق الشلال. اما الجزء الثاني من جذع الشجره فالميه بتسحبه وبتسحب معاه اكياس المكسرات وبتتجه ناحيه المدينه. وبعد شويه الميه بتوصل للحديقه
وبيوصل معاها اندي وبادي وجيرسون وكمان اكياس مكسرات كتير جدا، فبتفرح الحيوانات جدا لما بتشوف كميه الاكل الكتير دي. اما بالنسبه لزعيم العصابه فالشرطه بتمسكه وبتقبض عليه بعد ما صديقته لانا بلغت عليه. وفي الوقت ده بيرشيس بتسيبه وبتدخل الحديقه وبتروح لبادي اللي بيبان عليه انه حزين جدا، وبتطلب منه يجي معاها لسورلي وبتوديه لمكان سورلي اللي بيكون هو كمان وصل الحديقه ولكنه ميت. وبيحزنوا هما الاثنين جدا وبيفضلوا يعيطوا، وقبل ما يمشوا وبيتفاجئوا ان سورلي لسه عايش وما ماتش، فبيفرحوا جدا وبيحضنوه وهم سعداء جدا. وبعدها بيرشيس بتودعه وبتقول له انها هتستناك في متجر المكسرات. وفي الوقت ده بتيجي اندي وبتفرح جدا لانه لسه عايش، وبتحضنه وبتقول له انها لازم تعرف كل الحيوانات ان هو اللي انقذهم، ولكن سورلي بيكون شايف ان الاحسن ليهم ان جريسون يفضل هو البطل بالنسبه لهم، وبيقرر ان هو يفضل يدور لهم على اكل. وبينطلق هو وبادي وبيودع اندي، واخيرا بيقدر سورلي انه ينقذ كل حيوانات الحديقه، وده بعد ما فهم المعنى الحقيقي للتعاون والصداقه. ولو عايز تشوفني تاني ما تنساش اللايك والاشتراك، وبس كده، سلام.